مش شايفين انه ده دليل تحمل مسؤولية؟ مش شايفين ده دليل ان الناس دي بتشتغل بجد؟ الناس دي بتسعى بجد عشان تفضل كده رافع راسك فوق انه عندك نادي مش كورة فقط، حتى على مستوى الانشاءات. في اللي عنده اراضي بقالها سنين وسنين وسنين. انت اللي سعيد بقى بعد كده، انت اللي سعيد تاخد ارض وتبنيها من البداية في مدينة نصر، ثم في الشيخ زايد، ثم في التجمع. عملت كل ده وعملت استثمارات هامة للدولة. هذا استثمار في البشر وفي فرص العمل وفي امور كثيرة جدا جدا جدا. استثمار حتى في المكان نفسه. انا فاكر كنت بروح اهل مدينة نصر ده زمان كان حواليه صحراء، بقى بسم الله ما شاء الله. نفس الامر كان في الشيخ زايد، كان حواليه فراغ، بقى بسم الله ما شاء الله. نفس الامر في التجمع. هذا استثمار فيصب في المصلحة الاقتصادية للدولة. هذا الكيان ألا يستحق الرعاية؟ ليست الرعاية المادية خصوصا، والجميل انه ما بيكلفش الدولة مليم، بل انه يساهم في مداخيل للدولة. لما بتاخد لك 5 مليون دولار من هنا و10 مليون دولار من هنا و2 مليون دولار من هنا و3 مليون دولار من هنا، فاما اي حد يقول لك انت بتجيب الفلوس دي منين، اقول لك اهو انا مشاركتي في كاس العالم بحوالي 10 مليون دولار، مكسبي المباراة ب2 مليون دولار، النقطة بنص مليون دولار، انا فوزي ببطولة افريقيا بالدولارات، انا فوزي بالبطولات الانتركونتيننتال او المشاركات فيها بالدولارات، وهكذا. وبالتالي انت ناجح انك تدير نفسك وتدر مداخيل للدولة. ليس دفاعا عن مجلس ادارة النادي الاهلي، لكنها اشادة واجبة، وليس نداء للمسؤولين في الدولة، ولكنها توضيحا للرأي. ربنا يوفقنا لانها واثقة جدا في فرقها. ولما اخترنا عنوان يلا اهلي لان احنا عارفين مين هم لعيبه النادي الاهلي. وبالمناسبه تابعت التمرين وتابعت الاجواء وتابعت الامور، الحمد لله الامور جيده جدا، والجو كويس على فكره هناك، والناس في موريتانيا على الرحب والسعه، والاخوه الاعزاء في الهلال السوداني ورئيس النادي قال تصريحات رائعه، لانه اي حد كده بنشيله على دماغنا من فوق. ارجع لمعنى القوه الناعمه. انك لازم تحافظ كدوله على هذه القوى الناعمة. والحفاظ على القوى الناعمة يأتي من الاستقرار إذا كان هناك نجاح. وإذا سألت أي بني آدم ماشي في الشارع هل الأهلي ناجح، يقول لك جدا 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 على امتداد الخط والسطر. افضل اكتبها زي ما انت عايز. أنا مش ضد إن الدولة تسن قوانين أبدا، بالعكس. وطالما القوانين للصالح العام 1000 مليون مرحبا. لكن انا ضد انك تهد استقرار. انا ضد انك حد يقول لك هنا او حد يقول لك هنا او وتيجي على كيان فارق معاك كدولة وفي الاخر تقول له ابني من اول وجديد. طب انا بهد ليه؟ انا عايز اهد عمارة او عايز اهد مكان او اذا كان الاساس بقى مخوخ، اذا كانت قايلة للسقوط، اذا كانت فما بالك انه هذا المكان هو اللي شايل الحي او المدينة او المكان بالكامل. اعمل ايه؟ ده انا افضل اجمله وزينه واظبطه واعمل له احتفالات واعمل له زيارات واخليه مزار للناس عشان تتفرج على الحلاوة والجمال. النادي الاهلي يا جماعة وعلى مر تاريخه في معظم عصوره للامانة الشديدة هو كان الحجر الاساسي للبناء في سبيل النهوض بالرياضة المصرية، بكرة القدم المصرية، بكل اللعبات. انا بتكلم كلام بمنتهى العقل وبمنتهى الهدوء. فحضرتك لما هتيجي تفكر في تعديلات في قوانين تجيب بتوع النادي الاهلي تعالوا، وانتوا ماشيين صح كده ازاي؟ هو انتوا بتعملوا ايه؟ ده انتوا ناس حلوين قوي، ده احنا عايزين المنظومة الرياضية كلها تبقى زيكم. مش هقول له شكرا كده كفاية عليك. هل انت بتكافئ النجاح بالاقصاء؟ هل انا لما يكون عندي لعيب كويس
فهاجي اكرمه اقول له انت هايل يا كابتن وتمام ومية مية وعملت لنا حاجات كتير، والمدرب بيقول لك متشكرين. ليه؟ كفايه عليك بقى. ازاي؟ ايه الاماره؟ انا لا استبق الاحداث وما بتكلمش كلام انه اصل ده حصل وده مش هيحصل. وانا شفت تصريحات محترمه جدا للدكتور اشرف صبحي وهو صديق عزيز بالنسبه لي. من حقه ان يسعى، من حقه ان يجتهد، ولكن من حقنا عليه ان يدعم الاستقرار، وان يدعم النجاح، وان يدعم البطولات، وان يدعم قوة مصر الناعمة في الرياضة مرة تانية وثالثة وعشرة. كل الاحترام لكل الأندية المصرية، لكنه الأهلي نموذج، لأنه من خلال سفرياتي الكتير، من خلال علاقاتي الجيدة الحمد لله، بشوف قد ايه الناس بتتكلم على النادي الاهلي. بشوف جياني انفانتينو بيتكلم عن النادي الاهلي ازاي، بشوف باتريس موتسيبي بيتكلم عن النادي الاهلي، بشوف ناس كتير مسؤولين، بشوف جوارديولا بيتكلم عن الاهلي ازاي، بشوف يورجن كلوب بيتكلم عن الاهلي ازاي، بشوف اكبر المدربين في العالم. لان النهارده لما بتيجي بتتكلم على الاهلي في وسط الانديه الكبرى فلازم تقف وتضرب تعظيم سلام. الرساله دي اعتقد رساله واضحه جدا ورساله مهمه جدا. من فضلكم حافظوا على قوتنا الناعمة، من فضلكم ساندوا قوتنا الناعمة. هتيجي تقول هي قوتنا الناعمة يعني مرتبطة بأشخاص؟ نعم نعم نعم. الناس بتعرف تخطط وتشتغل وتنظم. اديك مثال، كانوا لحد فترة كده يقول لك ألعاب الصالات. النهارده أنا معاك، الأهلي تقريبا مكتسح كل ألعاب الصالات. الأهلي بطل الدوري المرتبط للسلة، الأهلي بطل الدوري والكاس والسوبر في الكرة الطائرة للرجال، الأهلي بطل الدوري وبطل السوبر في الكرة الطائرة للسيدات، الأهلي بطل دوري كرة اليد. وممكن أقول لك بقى على كرة الماء وعلى ألعاب قوة، وممكن أقول لك على كاراتيه، وممكن أقول لك على حاجات كتيرة جدا. نعم كانت هناك أخطاء تم تصحيحها. لو حطيت لكم الأرقام على الشاشة دلوقتي هتتخضوا. ليه؟ لأن هناك منظومة عمل ناجحة، درسوا الأخطاء، درسوا العيوب، مين ما يصلحش في المكان ده يمشي، يجي اللي يصلح. الاستعانة بمين من اللاعبين، استعانة بمين من المدربين. والأهلي وللعلم لديه نفقات رهيبة، لأنه مدرب السلة أجنبي، مدرب اليد أجنبي، مدرب الفولي أجنبي، مدرب الكورة أجنبي. وكل ده بيتم عشان تظل قوة مصر الناعمة، عشان كمان لما تطلع في بطولة افريقية بتبقى موجود في النهائي وبتكسبها، زي ما الهاندبول كسبها وزي ما غيرهم كتير كسبوها، او تشارك في بطولة عربية او الاهلي خد بطولة افريقيا للسلة مرتين، منهم السنة اللي قبل اللي فاتت. تعال انا وانت نتابع عشان تشوف هل القصة ان انت بتعمل فرقة كورة بس، ولا القصة انك فعلا عايز تدي رسالة للعالم اجمع. هذه قوة مصر الناعمة اللي هتطلع قدامك على الشاشة حالا. شوف الدنيا شكلها عاملة ازاي.